Joe. بونجوار على ماروك، السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم معنا في الحلقه السادسه من الموسم الثالث من برنامجكم برنامج الشعب سكيزوفرين. قبل بدء ديالنا لساننا سيتكلم اليوم بمقتضى الفصل 25 من الدستور المغربي، والذي يقول بأن حرية الرأي والتعبير والتفكير مكفولة بكل أشكالها، وحرية الإبداع والعرض والنشر في المجالات الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة. ميساج اونفواي. حلقة اليوم حلقة سبيسيال، وبصراحة ديما كنقول لكم حلقة اليوم حلقة سبيسيال، ولكن هذه قسم اقسم بالله الا حلقة سبيسيال، حيتاش الضيف ديالها سبيسيال. هو ماشي سبيسيال، هو دراغون بول، هو سوبرمان ديال المغاربة، هو خانز العاقة. وتحية لاصحاب النوايا السيئة اللي فيها الريحة. فرعون عصره بامتياز، تبلغ ثروته 1.8 مليار دولار. المهم دي قلبي، اللهم افعرنا واغنيهم. رئيس مجموعة أقوى، أول مجموعة اقتصادية في المغرب مختصة في توزيع النفط والغاز والمحروقات. المهم دي سدري، اللهم خذ مننا وديهم. وقال شباط أنه استفاد من 13 مليار درهم مخصصة لدعم قنينات الغاز. المهم تيكلوتي، اللهم شلعنا وغطيهم. عضو في المكتب العام لمقاولات المغرب، عضو بمجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية، وعضو بمؤسسات أكاديمية، وعضو بمجلس إدارة البنك المغربي. ومهم صحتي، اللهم انفخنا وفسير. استقبلوا معايا أول مغربي في التاريخ يستعمل كتيب كيف تصبح سياسيا في 7 أيام ويصبح أمينا لحزب التجمع الوطني الأحرار في يومين بقدرة قادر سبحان من خلقك. متهم بعرقلة منح الحكومة للدعم المباشر للفقراء. واش ما كتخافش الله ولا شنو هو؟ عذبك ليك ترتاح. ويستفيد من الدعم على المحروقات 90% من أصل دعم الدولة على المواد الأساسية إجماليا. الخوت أنا بركة عليا من الحساب قهمني. استقبلوا معايا عزيز أخنا. يدخل الشفار في بحولة عالمية بمواصفات استثنائية، ذكريات الفيفا، يمشي يضرب يده في جيبه، يشبط البسطام، يوزع دا 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 دا. شكرا لك. انا عاد خرجت من عند يعني المرض اللي هو ماشي معدل ديال يعني يا نهار اسود. طب الراجل ده ايه، كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. خاص يعني اخوانه انا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. كما ديما كنقولوا ما تشوفوا لا على اليسار ولا على اليمين، شوفوا ديريكت. جميع السبع بينهما المرشد بالخير عبد العمر كاين هنا، والناس ديال سيدي بنور كاينين هنا، فينا هما الناس ديال الحسنين، والناس ديال سيدي بينهما. دابا اخنوش واش راه لا يعقل ان اخنوش يولي زعيم سياسي. علاش؟ هذا فريمون هذه المعزله الكبيره. اخنوش راجل حتى الثروه ديالو صاحب نعمته هو المخزن. اي سكانير هذا بو الحوسي. اخنوش هو صنيعه ديال المخزن، ويؤمر ويؤتمر بالمخزن. هذا شكله ظريف، اعطيه رونج روفر. لا لن اقبلش من مخزن الله يهديك. اش كتقول انت ولا السيد نفسه خايب ما كيرضاش. والله ما يحني راسو شي واحد بالرب تقول لي انا كذا. اول وزير في التاريخ اللي كتوقع في القطاع ديالو كارثه عالميه انسانيه بجميع القوانين الكونيه، وما كيتنازلش على الكرسي ديالو باش عرف الرجال. النضال تجي تقول لي انت راه سي با دوني ا تو المون.
À tout le monde, c'est pas donné à. Ah, pas donné, tout le monde, c'est. هذا السيد هذا شوف شحال الامه اللي حرق موراه. شوف ولاد الحرام داروا به هذا المنكر هذا. شوفوا نعلط الله عليهم. Plus on pêche avec responsabilité, plus on pêche dans un axe de durabilité, et plus la mer se comportera mieux à l'avenir. يا بنادم كي داير شو على قلبك يخ على هضره مالك بحال هكا شو ما كاع واش غيدي معاك والله الا حرام عليك لك والو الهضرات تقول لنا بحال هكا تهجم علينا نديرو اللي بغينا حرام عليك لانه مسؤول على الصيد البحري، مسؤول على الكارثه ديال سياسيا، مسؤول على الكارثه ديال الحسيمه. ولكن باش كيعجبني خنينيش عندك عاوتاني تشد هاد خنينيش هادو ديروا ليه السب والقذف وتوليو المحاكم ودايونا خنينيش راه دلعتك بحال الفنيكي. شوف الريس سير الريس ما كيتنازلش، ما كيتفاكش، ما كيتسوقش هذيك القضيه ديال القافله تسير والكلاب تنباح ولا كذا، ما كيعقلش. حنا بالنسبه للشعب المغربي اعداء النجاح، لذلك قرر انه يلتحق بواحد الحزب. اش من حزب يقبل عليه لما خشيت شي فريق مسحد فالو في باب القصار، ما تقولوش هذا خايف من تجمع الاشرار، وما كانش هادشي تقال كل اللي طلعوا كانوا رجال، وما تخافش غنبقى داوي ما حد حقي كيتكال. حزب التجمع الوطني الاحرار، الحزب الوحيد في المغرب اللي بحال البوماده الصفراء، فين ما حطاتو الدوله كيداوي لها الامراض ديالها. تبارك الله عليهم، سبحان الله العظيم. في 24 ساعه ولا هو اللي شاد. انا الكلام ديالي اللي جاوبت به واضح، جوج الحوايج. سقساوني واش غتقدم انتخابات، قلت لا. وهي الزفايف في الترن ربط سلوقيه راها واعره شويه. نعود الى الموضوع. سقساوني واش غادي نرجع لإيغيني، قلت ما غاديش نرجع حتى حزب. يخرب بيت ادائك، مش ممكن. لا 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 لا، انا نجم جديد هيظهر. هي اللي بغينا غادي نصوتوا على خنوش ان شاء الله. بغينا وفنا اللي بغينا نلغيه، هو العمل ديالنا. هو اللي بغينا السي حاج خنوش الله يعمرها دار. اعطيهم 1000 ريال الواحد. احسن دليل اللي عطاه سي صلاح الدين المزوار الله يذكره بخير هو الاستقاله ديالو اللي جات جوست من بعد الانتخابات. فهذا ماشي ولد الناس اكثر من ولد الناس. وولاد الناس علاش بغيتيني نمشي من الحزب؟ معلوم مزوار غيستمر وغادي يواكب وكاين كاب جديد. ما تقلعوش ليه الميكرو راه غبوها لي. نحن لنا اتجاه، نحن حزب مواقف، نحن احرار. وهنا بداو كيتهموا شي جهات معينه حقا ما حقا، كيدير العرقله ديال الحكومه، العصافره الرويضه، البلوكاج الحكومي، ما بقاش بغا البلاد تزيد، ما بقاش اش هاد الظلم، اش هاد الظلم كتظلموا فيه خنينيش. رانا ما سمحش لكم والله، ما عندكم فين ترقدوا لا نتوما لا حنا معاكم. بغيتو علينا بغيتو علينا وقطع علينا ليسانس والغاز نطردقوا. بغيتو السيمارتو تقطع علينا من الروكومول، حنا يتحبس علينا الكالسون ب 3000 درهم. حشومه السيد عاديه، بغا يدير لكم بلوكاج باش يدير لكم الشونطاج، دخلوا عنده الكراج. بغيتو مرحبا، ما بغيتوش ديكاج وتحملوا ستوكاج ديال الشوماج بالفروماج. تقارير تحدثت عن اشتراط حزب التجمع الوطني للأحرار استبعاد حزب الاستقلال مقابل انضمامه هو إلى الائتلاف الحكومي، فضلا عن ربط حزب الحركة الشعبية مشاركته هو الآخر بقرار حزب الأحرار. عاد ما غادي تشوف الفراشه في الحيوان كي دايره. وحنا ما بغينا نعاونوا ونتعاونوا معاه، ما كاينش شي حاجه اخرى. ما باغيين نعقلوا ليه، ما باغيين سميتو، باغيين كل واحد يلعب الدور ديالو ونمشيو معاه في الطريق ديالو اللي بغا. ربنا يخليك، ربنا يخليك، الله اكبر عليك وعليهم بجد. شوف اسيدي، حنا خارج الميدان، بلي عيط لي شي حد نجاوبك ان شاء الله. اصل الزهر ملوش اهل، فهو ماشي عمال يرمي بلاء على الناس. لا هذا شغله الشيخ خنوس، الشيخ خنوس هذا شغله، قال ما قالش لا يهم حزب استقلال. حزب استقلال قرر المشاركه متشبث بالتحالف ديالو كيفما كانت النتائج. انا واحد شويه تنستغرب انه الاخوان ديال الاحرار هما معطوبين ديك الساعات ما عندهمش الرئيس ومشاو جابوا معاهم الاتحاد الدستوري. وجدني انا بيني وبينكم جاني شويه هذا الشيء.
واش كدير انا الا ما ديتهمش حتى مريحنا كتصايبنا بيليسيلين. هذا ستابونسين، هذا نقطة جد إيجابية، إشارة إيجابية وعلامة ديال الخير. سيدنا الله ينصرو مشى تعشى عند اخ النوش دابا كيحسب راسو هو الملك ديال البلاد، زعما هو اللي غادي يسيرنا. هذه مستحيله المغاربه ما نقبلوهاش. حزر فزر منيب بتهزر كاع بيتحدوت عن الحكومة الكتكوتة، الديب ويا المخزن والشعب بيحزن. طب قالت ايه؟ اللي جاوب على الجواب غير ربح معنا بوطة. اولا انا ما كنتكلمش على ما كنتكلمش على الاشخاص، كنتكلم على البنيه ديال النظام السياسي في بلادنا اللي دائما كان ولا زال ينتج ادوات ديال التسلط. انا كنقول بانه الدوله المغربيه عندما روجت لديك القطبيه الزائفه كانت تريد أن توصل حزب الأصالة والمعاصرة إلى الرتبة الأولى في الانتخابات. لم تنجح في ذلك فلجأت إلى آلية أخرى كانت صنعتها من قبل، واللي هي اللي كتمرر بها وكتصنع بها التوازنات ديالها وتتحكم في التوازنات السياسية في البلاد. ولهذا يعني ظهر لوجود السيد أخنوش بعد واحد المؤتمر دغيا. حنا ما كثرش بزاف، خصنا عامين حنا كنناقشوا في الأوراق وداك الشيء باش نديروا المؤتمر ديالنا. إذا دغيا المؤتمر بغض النظر على وعلى طريقة بن كيران لما قال انتهى الكلام نقولها نحن أيضا انتهى الضحك سال الضحك. نضرب في المعقول، ولكن قبل ما ندخلوا في المعقول وداك الشيء بغينا هذا الشيء اللي غنقولوه يوصل باش غيوصل بالبارطاج. يعني قبل ما تكمل هذا الفيديو بارطاج، لا ما تقولش حتى الاخر نسالي الفيديو، لا بارطاجي دابا انت كتشوف فيا بارطاجي دير بوز بارطاجي عاد كمل، حيت الرساله خاصها توصل. وبارك علينا من داك الزواق والهضره وكذا وهذه. ربما يكون هذا اخر فيديو ليا بطبيعه الحال، وبما انه يقدر يكون اخر فيديو خاص كلشي يتقال كيف ما هو خاصو يكون. كلشي باين وضوح الشمس في نهار مزفت. بارك نبقى نغطيو الشمس بالغربال ونقولوا داكشي ديال لغه الخشب وان المغرب اجمل بلد في العالم. لا، نحن في دوله تعشق لعب البوكر من تحت الطاوله، ومن الاوراق بطبيعه الحال اللي استعملتها واللي حاليا كتستعملها وتقدر تكون الورقه الاخيره ديالها هي اخنوش. من بعد ما تحرقوا بزاف ديال الوراق منهم هذاك الياس معمر القذافي تحرقات ديك الورقه. بطبيعه الحال الدوله جابت لنا واحد الورقه جديده اللي هي اخنوش. اللي غيقول لي معقول وكذا ونيه واغرس وديريكت الرجوله منذ الطفوله، غنقول لي جوج الحوايج. كاين صنفين اللي كيقولوا بحال هكا، يا اما انت من الصيف الاول اللي هو من الكتائب ديالو الالكترونيه بطبيعه الحال اللي كيدسها وسط الناس ووسط الجروب ووسط الفيسبوكات ولي باج، وكذلك من الصحف الصفراء اللي كيصرف عليهم هاد الايامات باش يلمعوا ليه الصوره ديالته ويطلع ويتبعوا 50,000 ميكرو وكانه بسي ما بقاش سياسي. او لا من الصنف الثاني اللي هو الصنف مسكينيه اللي كيتيق الهضره الشعبويه اللي ولات هاد الايامات كتحرك في السياسه، وبطبيعه الحال اللي كيستعملها اخنوش وهي طريقه خطيره جدا على طريقه ريشارد عزوز. كيستغل او لا كيبغي يخلق ديك العنصريه ما بين الامازيغ والعرب. انا امازيغي ولكن ما تهضرش معايا بهذيك اللغه اللي كتهضر بها. حقا ما حقا جبت لكم شعار اغرس نفس اللغات اللي قبل منك غير انت ترجمتيها. ملي كتقول لي اغرس بحال اللي كتكلمها مع الامازيغ بوحدهم. وما تنساش انت في المملكه المغربيه تحت الاماره ديال محمد السادس. المملكه المغربيه فيها الشماليين صحراوه العرب الغرب الشرق امازيغ، كلنا عايشين تحت دوله واحده وتحت وطن واحد وتحت رايه واحده وبدين واحد. اذا الا كان الخطاب ديالك غيكون موجه لفئه واحده فهنا انت كتبغي تستغل او لا كتبغي تخلق واحد العنصريه اللي هي خطيره وما يمكنش نقبلوها منك. اوباما في امريكان عزي سمر وما عمرهم قال لهم انا جاي اليوم باش نقول عزاوه باش نديروا كذا، حيت كيعرف شحال سميتها الديمقراطيه والسياسه والناس قارين على هذا الشيء. ما جاوش غير بالفلوس وبداو كيشريو ويبيعوا في بنادم. اغرس خاصها تكون في الفعل ماشي في الهضره. والفعل ملي جينا نقلبوا عندك لقينا كوارث. نبداو معاك حاجه بحاجه. أسك لوزاره الفلاحه حصلت على ازيد من 800 مليار سنتيم. واش هادو فلوس ولا تبن ولا شنو؟ ما فهمتش انا. لا حول ولا قوه الا بالله. حنا كنوصلوا ل 100 درهم 200 درهم كنتلفوا في الارقام. الصفقه المشبوهه اللي جبد لك الامين العام ديال الحزب الليبرالي زيان الوزير السابق ديال حقوق الانسان، صفقه مشبوهه والسريه التي عقدتها مع بورصه وول ستريت لتحمي محروقات المغرب من تقلبات السوق الدوليه. حشمتي تكتب محروقات اخنوش وانت دير لنا محروقات المغرب. شكرا على هذه الوطنيه اللي عطاك الله سبحانه وتعالى. ترأس اخنوش في سنه 2008 وفدا مغربيا في اشغال المؤتمر الدولي للماسونيه باتينا. وقولوا لي هادشي جاي من راسي.
كاين في اسبريس، كاين في ويكيبيديا، كاين في جميع الصحف. في 2008 الا كنتو عاقلين ملي كانت اسبريس عندها الكلمه وكانت كتعطي القاصح قبل ما تبدل هذاك اللي كيقولوا ليه الغشا ولا ما عرفت سميتو، نوضوا نقولوا كيهضر في الخيال كما كتبات علينا التلكي ديك المره سكيزوفرين الماسونيه وداكشي ديال لي زيكستراتير. عفارت هاد الصحافه المشريه. رقم 7 كيعجبني داكشي اختاريتو لك انا اللي كنت خصيصا سؤال اعتبره فرض منزلي، جاوب عليه في المنزل ديالك بوحدك وتتجيبوا لينا حنا وديروا لنا في الاعلام الصفر اللي كتحرك فيه انت سميتو. لماذا تأمين المحروقات لا يتم إخضاعه للمؤسسة البرلمانية، علما أن بن كيران هو من يوقع العقد مع البنك المغربي ويتم إدخاله في المادة المعفية؟ علاش؟ عفو. سلام.